السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين القمر؟ عاملينه بايه؟ ببواقي التلاجة، ببواقي الفراخ الفاضلة. بدل ما ترميها تعالي اقولك نعمل كفتة فراخ بالشكل اللي انت شايفاه دوت ازاي. جبت الاول حلة معايا، قشرت بطاطاية حجم كبير، هبدأ ان انا اقطعهم مكعبات صغيرة. اهم حاجة تكون مكعبات صغيرة عشان بتساعد شوية على السوا ان هي تستوي كويس. تمام. هبدأ بعد ما اقطعها مكعبات بالشكل دوت، ابدأ انزل عليها بمية مغلية تغطي البطاطس، ورشة صغيرة من الملح، مكتريش الملح معاكي. هحطها على النار تستوي، وبعد كده ادقدقها بالشكل اللي انت شايفاه دوت معايا. بعد ما اتدقدقت اسيبها ان هي تبرد عقبال ما اجيب بواقي الفراخ اللي عندي. ايوه، بواقي الفراخ دي، بواقي الفراخ الاولاد مرضوش ياكلوها، رحت مقطعاها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تقطعيها تقطعيها شرايح صغيره كده. تمام. بعد كده جبت الطاسه، حطيت فيها معلقتين من السمنه، هنزل بمعلقه من الثوم المهروس. اول ما ياخد لون ذهبي بالشكل ده تحطي معلقه هريسه حاره او بارده اللي يريحك، تنزلي بالفراخ وتديلها تقليبه بسيطه بالشكل ده. بعد ما تديها التقليبه هتبداي ان انت تجيبي البطاطس بتاعتك، وتبداي ان انت تضيفيها على الفراخ والخلطه اللي انت عملتيها، وتبداي ان انت تبهري فلفل اسمر وملح وبابريكا، وتحطي مكعب مرقه، آه، تخل- ت- تطحنيه بالشكل دوت، وتضيفيه على الخلطه اللي انا عملتها دي. تمام. وتبداي ان انت تقلبي كويس جدا. بعد ما قلبت جبت شوية مية، اللي هو نص كوباية مية مغلية، ونزلت بيهم على الفراخ والبطاطس والبهارات، وهبدأ ان انا اسيبها دقيقتين بالظبط، دقيقتين مش اكتر. بعد ما سبتها دقيقتين طفيت عليها، وهبدأ ان انا اسيبها تبرد عقبال ما اعمل الكفر. جبت عدد 2 بيضة، وبدأت ان انا اربهم كويس. هبدأ اضيف بس شوية فلفل اسمر عشان خاطر اي زفارة. جبت بقى الكفر النهائي، جبت فيجيتار وجبت كريسبي، وخلطتهم مع بعض. هبدأ اقرص الفراخ الكفتة بتاعتي اللي انا هعملها. وهبدأ ان انزل بيها في البيض، ومن البيض على على البقسماط بتاعي والكريسبي، وهبدأ ان انا اضغط كده ومن على الجوانب، وهبدأ ان انا اخلص الكمية كلها واوريها لكم. خلصت الكمية بنفس الشكل اللي انا وريته لكم ده. هبدأ اجيب احطها في التلاجة بس نص ساعة او في الفريزر، وبعد كده تطلعيها تشتغلي بيها، تبقى معاكي زي الفل. حطيت زيت نار يكون الزيت مش سخن قوي، نار متوسطة، وهبدأ ان انا انزل بالكفتة بتاعتي بالشكل ده. ما بتاخدش وقت خالص في السوى، بتاخد لون بسرعة جدا، فخلي بالك ما تسيبيهاش. اه توطي النار عليها، ما تكونش نار عالية عشان خاطر ما تتحرقش منك وما تتلسوعش. بصوا، قلبتها بقى على الجنب التاني طلعت بالشكل دوت. خلصتها وطلعتها على مناديل، وقدمتها معاكم بالشكل القمر دوت. ما تنسوش بقى لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.